السلام عليكم أحبائي المشاهدين، يا أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد وموضوع جديد. وكالعادة قبل ما نبدأ الفيديو نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بدنا نحكي عن واحد من أهم العناصر المهمة جدا للبشرة. وطبعا احنا بنعرف انه الروتين اليومي للبشرة هو عبارة عن 3 عناصر اللي هي طبعا غسول الوجه المناسب لنوع بشرتك، ثاني شيء الترطيب، ثالث شيء وقي شمس مناسب طبعا لنوع بشرتك. فبدنا نحكي اليوم عن واحد من هاي العناصر اللي هو الترطيب، واللي هو مهم جدا 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 لنضارة وحيوية البشرة. وبيعطيها مرونة وبيعطيها جمال ويعطيها يعني مظهر مشرق، بدل ما يكون باهت وعابس وبشرة مكرمشة بالشتاء ومحروقة بالصيف. اليوم عندنا منتوج حلو كتير. فلو بشرتك جافة جدا ومعرضة للالتهابات الجلدية ومعرضة كتير للأحمرار، اليوم حلك عندنا، وطبعا مع تجربة شخصية، وطبعا بإذن الله نتيجة مضمونة. الكريم اللي بدنا نحكي عنه اليوم هو من شركة أفين الفرنسية، وأفين شركة معروفة بمنتوجاتها الرائعة. الكريم هذا اللي بدي أحكي عنه اليوم هو كريم أفين سيكالفات. هو كريم مرطب ومعالج ومرمم للبشرة، يعني تركيبة حلوة بتجنن. فيها 3 يعني خلينا نقول 3 عناصر، أو يعني يعني شامل، مو ترطيب بس، يعني ترطيب وعلاج وترميم. ويعني البشرة المرهقة التعبانة اللي تعرضت للشمس، اللي تعرضت لسخونة الجو أثناء التصيف في البحر، يعني البشرة طبعا محتاجة هذا النوع من الكريمات. فبالتالي هذا الكريم الذي بين أيدينا كريم أفين سيكالفات، هو الحل اللي بتدوري عليه للبشرة خاصة الجافة جدا. كذلك البشرة اللي تعرضت لمواد كيميائية مثل التقشير بالأكريتين والأدبالين يعني بالمقشرات الكيميائية. كذلك للبشرات اللي تعرضت للليزر، البشرة اللي تعرضت مثل ما حكينا لدرجة حرارة عالية أو درجة برودة عالية في الشتاء، الناس اللي عندهم أكزيما أو صدفية أو وردية. يعني أنت لو دورتي بكريم، أنا أنصحك تروحي لهذا مباشرة. يعني كريم رائع بكل مصداقية، كريم رائع جدا. كذلك هذا الكريم صديق حميم لبشرة الرضع والأطفال. يعني لما نقول رضع وأطفال، يعني راح مباشرة نقول آمن. يعني آمن للبشرة. وما في أظن أكثر حساسية من بشرة الأطفال، فهو آمن لهم. بتستعمليه للحفاظات، لتورم الطفل أثناء يعني طبعا بعد ما نشيل الحفاظات، التهاب الرقبة عند الطفل. يعني بصراحة رائع جدا يعني لكل أفراد العائلة. المكونات الطبيعية الموجودة به طبعا الجليسيرين، معروف لترطيب البشرة. الجليسيرين ستريت، مياه أفين أو مياه الينابيع الحرارية، طبعا لها دور في علاج تهيج البشرة وتخفيف الأحمرار. فيها كمان بعض الزيوت الطبيعية الغير عطرية التي تساهم في ترطيب البشرة وتمنع الجفاف. فيه زنك، فيه نحاس، فيه مغنيسيوم. يعني منتوج رائع جدا وأنصح به كثيرا. يعني معناه يعني شيء رائع، تركيبة رائعة. طبعا طريقة استعماله، راح نستعمله مرتين باليوم على بشرة جافة ونظيفة. أهم شيء النظافة. يعني المنتوج، أي منتوج لو بدك إنك نتائجه حلوة لازم تنظيف قبل بغسول مناسب. وفي فيديو تاني بإذن الله راح أعطيكم غسول طبعا أنا جربته للبشرة الجافة، راح نحكي عليه في فيديو تاني. بعد ما ننظف البشرة بنحطه
يعني بنطبقه على بشرة وشنا، بندلك تصاعديا لحتى تمتص البشرة كامل الكريم. وبإذن الله مع التكرار راح تتحسن بشرتكم. في نقطة بدي أشير لها إنه هو ما بيفتح البشرة، هو يساعد على استعادة لون البشرة الطبيعي. في كريمات تفتيح لوحدها، بس هذا مو تفتيح، هذا يوحد لون البشرة، يعني يشيل الأحمرار، يعني ترجع يوحد لون البشرة من جديد، يرمم المشاكل الجلدية، الالتهاب، التشققات. كمان في شيء ما أشرت له، هو الناس اللي بتعاني من حروق، مناسب جدا للناس اللي عندها حروق، اللي عندها ما يعني في حدا عامل يعني خياطة للجلد يعني، وبعد العمليات الجراحية يعني بيقدر يحطه. فبصراحة كريم رائع رائع جدا، وهو غني عن التعريف. في ناس حكيت عنه بفيديوهات تانية، بس أنا جربته شخصيا وحبيت أحكي عليه أنا كمان، لأنه فعلا عجبني ورائع وحلو حلو كتير بشهادة الكثيرين. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، نتلاقى بفيديو جديد وموضوع جديد. ولا ننسى قبل ما نختم الفيديو نصلي ونسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلام.